ايه يا جماعة المشاكل اللي بتحصل لنا في علاقاتنا وبتؤدي للانفصال بين حبيبين كانوا بيحبوا بعض قوي؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة مع ضيوفنا اللي منورينا، أستاذة نهلة فايز لايف كوتش واستشاري علاقات، وأستاذة إيمان إبراهيم يونس أخصائية صحة نفسية وإرشاد أسري ونفسي وتعديل سلوك. أهلا بيكم، منورين. اهلا بيكي يا اهلا دكتور. بك يا دكتور. أستاذة إيمان، قبل الانفصال بيكون في مراحل كتير، الناس بتبقى بتحب بعض والدنيا جميلة وحلوة، بيمروا بمراحل ومشاكل كتير جدا بتأدي الانفصال. طب ازاي نعرف الناس ونديهم كده جرس انذار ان في مشكلة في العلاقة يبتدوا يحاولوا يصلحوها قبل ما نوصل لمرحلة الانفصال؟ هو البدايه بتبدا انه هما اصلا لما بيبتدوا في الجواز، خصوصا لو الجواز عن حب، بيبقى فيه سقف التوقعات بيكون عالي قوي. لما بيبتدي كل واحد بيتعامل على طبيعته، بيبتدي كل طرف من التاني يحس انه لا، مش ده اللي انا كنت متوقعه، فتبتدي تحصل مشاحنات، صراع. لو استمروا سابوا الصراعات دي تكمل، وما حاولوش ينتبهوا لانه لا، الصراع ده مش طبيعي، ان انا مثلا كل يوم يبقى فيه مشكله، كل يومين ثلاثه يبقى فيه خناقه، مش طبيعي. الموضوع بيتحول بقى بيبدا بقى الملل يتسرب. ايوه بالظبط، وبعدين كل واحد جاي من بيئة مختلفة كمان، بالظبط ومتربي بطريقة مختلفة بالظبط. فبيبتدي الملل يتسرب، بيبتدي كل واحد فيهم يدور على داعم خارجي، اصدقاء، اهل. وهنا بقى تبتدي المشكله، لانه انا ممكن اروح لصديقتي احكي لها مشكله انا ممكن اتقبلها، لكن هي في حياتها ممكن ما تتقبلهاش. هنا بقى بتحصل المشكله. الفضفضه لغير المتخصصين بالزبط. وده اللي احنا بننادي بيه دايما، يا جماعه ما بالزبط. تروحوش تفضفضوا لغير المتخصصين. وعشان كده احنا دايما لما بيجي لنا حد دايما بنقول يا جماعه انتوا بتيجوا بعد ما المشكله بتحصل، ما بتجوش ليه قبل؟ يعني بالزبط. انا نفسي بجد يبقى في فكره عندنا هنا في مصر، انه انا ليه ما اروحش المرشد نفسي والزواجي قبل ما اتجوز؟ يعني انا خلاص هتجوز كمان شهر، هتجوز كمان شهرين، اصلا اثناء الخطوبه بيكون في خلافات. طب انا ليه ما اروحش بقى اعرف ازاي ادير الخلافات دي، افهم اصلا واتعلم انه مفيش حاجه اسمها الحياه وردي وهنضرب بعض بالمخدات بقى على الحاجات اللي بتيجي في الفيسبوك، ورد وشوكولاتات وقلوب. للاسف يعني هو الحاجات دي بتبقى بوظت دماغ بنات كتير وشباب كتير كمان، بس البنات اكتر. لان طب وايه المانع؟ خلينا ناخد شويه ورد. اوكي، بس هم لازم، احنا لازم نفهم انه مش دي الحياه، مش دي يعني الحياة. موجود، ده موجود، ولازم يبقى في اتفاق بين الزوجين انه حتى لما يبتدي، يعني لو عندهم وعي هيبتدوا يتفقوا انه اول ما نحس ان في ملل يلا نغير. ايوه، وكل على حسب قدراته الماديه ووضعه الاجتماعي. تغيير الملل مش يعني مش محدد بحاجه معينه لازم تتعمل.